سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم ماهوش روتين نتاع نهار كامل. فيديو اليوم فيه كان الروتين نتاع وجهي. رجعت للدار وبما اني باش ننظف وجهي ونعمل ماسك، حابين نشارك معاكم الروتين نتاعي وباش نشارك معاكم زاده حاجات نفعوني برشا في تنظيف البو نتاعي، على ذاك حابين نشاركهم معاكم. واول حاجه باش نبدا بها هي اللعيبه هذه اللي وريتها لكم في الفيديو اللي فات. اما ما وريتكمش كيفاش نستعملوها وشنو نتاعها بالضبط، كيفاش عاملينها. اللي تجي هكا لعيبه صغيره وعاملينها في شكل راس نتاع قطوس، من قدام فيها لوحيد السيليكون هذيا يبداو صغار، ومن التالي فيها الكبار شويه زاد السيليكون هذوك من التالي حاطينهم يعملوا مساج، ومن قدام يغسلوا الوجه اللي يجي في الشكل هذا. حتى كمنظر مزيانه برشا وصغيره وبراتيك على الاخر. الحقيقه انا كما قلت لكم في الفيديو الاخر من سومها قلت باش تطلع ماهيش باهيه، على ذاك اليوم باش نشاركها معاكم باش نستعملها معاكم. استعملتها مره قبل ما نعمل لكم، قبل ما نعمل الفيديو هذا اللي يجي في الشكل هذا ويجي من الداخل فيها النشاف هذا او السبونيا اللي يجي من الداخل عاملينها. تبدا هكا براتيك على الاخر ومزيانه على الاخر تجي فيها من الداخل. وبالنسبه لطريقه الاستعمال تصبوا فيها نتوما الجل اللي تغسلوا به في وجهكم. انا نستعمل فيه هذا اللي هو من نيفيا، واول مره الحقيقه باش نستعمله وبعد نجربه ونقول لكم رايي فيه. نيفيا تعجبني في حاجه واحده الا في الريحه نتاعها تعجبني برشا. اما كغسول وجه اول مره نستعمله. اول حاجه باش نبدا بها باش ناخذ موزيل المكياج هذا اللي شفتوني قداش مره نستعمل فيه. هذا نستعمله مش كالموزيل المكياج، هذا نستعمله حتى باش ننظف به وجهي. خديت دوائر القطن ذوما اللي باش ننظف بهم وجهي. هذا الحقيقه ما نستغناش عليه بالكل، ديما نستعمله باش نستعمل معاكم زاد التكنيكه جربتها وعجبتني على الاخر. وشوفوا تصبوا موزيل المكياج هذاك وتحطوا في دوائر القطن ذوما وبعد تنفخوا من الغادي يعمل لكم مك الرغوه ياسر مزيانه، تبداو تغسلوا بها في وجهكم تحسوا بها رطبه على الاخر حاجه. تعمل الكيف وتنظف بالباهي. حسيلو احساس ياسر مزيان. انا خديت الزوز واحده منا وكما شفتم فخت فيهم ولاو يعملوا كالرغوات هذيك تحسهم كانهم صابون، اما هما ما فيهمش حتى ريحه. كما تعرفوا موزيل المكياج هذاك ما فيش حتى ريحه. اما كيف تبداو تنظفوا به تحسوا اللي هو ينظف من الاعماق تحسوا كانكم تنظفوا بجيل ولا بصابون نتاع وجه. والصراحه عجبتني الطريقه هكا، علاش وليت ديما نستعمل فيها، وليت ديما كل وين نحط الموزيل المكياج هذاك بالطبيعه مش باش ننظف به وكا هو كيف نبدا باش ننظف به وكا هو نخليه عادي. اما كيف نبدا باش نغسل وجهي يعني باش نغسل به وجهي من الاول وبعد نغسل وجهي بالجيل ديما نستعمل الطريقه ديك. وبالطبيعه بعد ما عملت ذيك نظفت به وجهي تعديت تاخذوا قطن ولا اي حاجه تمسحوا بها تنشفوا بها وجهكم بالباهي كي تحسوا بالنتيجه خير، يعني من انكم تتعدوا ديريكت للتنظيف الاخر. خذيتهم وشيحت بهم وجهي هكا زاد رقبتي، خاطر ديما حتى الرقبه نعملوها يعني نغسلوها مع وجهنا. رجعت لكم للغسول الوجه هذا ريحته تعمل الكيف. حسيت وانا نشيخ عليها النيفيا في الريحه نتاعها. اللي باش ناخذ الشيته هذه اللي وريتها لكم في اول الفيديو، اللي سومها اقل من €1. خذيتها من شيئين وشاركتها معكم في الفيديو الاخر. تاخذوها باللقفه نتاعها وتصبوا فيها الجيل نتاعكم هذا ولا اي حاجه تنظفوا بها وجهكم. حسينو مش لازم يكون الجيل هذاك. وبعد زيدوها شويه ماء وين صبيتوا الجيل زيدوها شويه ماء. خديت هوني نظفت وجهي حطيت له شويه ماء يعني بليته شويه. وبعد تاخذوا الشيته ديكا وتبداو تغسلوا بها وتدوروا هيك على قد ما انتم قاعدين تغسلوا، على قد ما هي تعمل في الرغوات نتاعها. خاطر السبونيه اللي فيها من الداخل هي اللي تعمل لكم الرغوات اللي تخرج للوجه. شوفوا ما شاء الله تبداو تحسيلوا تبداو شايخين عليها. من الاول ما عجبتنيش برشا خاطر حسيتها ما خرجت حتى شيء، اما من بعد بشويه تبدا تخرج فك الرغوه نتاع الجيل اللي نغسلوا به وجهنا. وشوفوا هوني حبيت نوريه لكم من قريب.
شوف كيفاش تبدا تخرج فك الرغوات نتاع الصابون باللول بشويه بشويه، وبعد تبدا تزيد وتعطيكم نتيجه ياسر مزيانه. تبداو شايخين عليها وانتم تغسلوا بها في وجهكم، وتنظف مليح، تنظف وتخلي الوجه ياسر رطب يعمل كيف. بالطبيعة فيها متاع المساج زاد هذيك اللي تجي ملتيلي، اذا كان تحبوا بعد ما تغسلوا وجهكم وتنشفوه تنظفوه بالبي وتنشفوه، بعد زاد ما تستعملوا الماسك متاعكم تنجموا تعملوا بها مساج، نجموا تعملوا بها حتى من غير ما تغسلوا بها وجهكم، تنجموا تستعملوا هكا المساج للوجه. الحقيقة النتيجة متاعها ياسر مزيانة، ما توقعتهاش هكا، يعني حاجة خير من فلوسها برشا بحكم هي معناها سمها ماهوش غالي حتى طرف سمها، يعني ما يجي متاع حتى حاجة. توقعت النتيجة متاعها خايبة، اما كنتيجة عجبتني على الاخر. وتنظف الوجه بالباهي، هوني بعد ما غسلت بها ونظفت بها وجهي وكملت بها كل تخرجوا منها السبونية ذيك ما تخلوهاش فيها خاطر ما تشيحش، عصرتها بالباهي وغسلتها وغسلت زاده حتى الشيته متاعها وخليتهم تخليوهم يشيحوا، وبعد ترجعوا للسبونية ذيك باش في الاخر المره الجايه تلقاوها تستعملوها. حبيت نشارك معكم زاد هذا اللي وريتوكم المره الاخرى، حسيلو عندي مده وين نستعمل فيه، شخت عليه وعجبني ونتيجته مزيانه على الاخر، ماهوش زاد غالي برشا. الجيل هذا نتاع الجارنير حطيتكم التالي طريقه كيفاش تستعملوه. هو حاطينه غسول، اما لكن انا كغسول ما عجبنيش حتى طرف خاطر ما يعمل شكل رغوه، وانا اذا كان حاجه ما تعملش الرغوه في الوجه ما تسميش غسول عندي. يمكن نسميه اكثر مقشر للوجه اللي يبدا. شوفوا حبيت نقرب لكم ونوريكم كيفاش يعمل لك الحبيبات الزرق هذوك كانهم سكر، نجموا نعملوا به مقشر للوجه مره في الجمعه. انا كيك استعملته خاطر استعملته غسول وما عجبنيش كما قلت لكم، وليت نستعمله يا اما ماسك للوجه خاطر هو فيه 3 حاجات حاطينه، يعمل 3 حاجات، حاطينه مقشر مرطب وحاطينه غسول، اما لكن ما يمشيش غسول ما ننصحكمش بيه. تنجموا تستعملوه ماسك للوجه زاد حاطينه تحطوه على وجهكم تدهنوا به وجهكم كامل وتخليوه حكايه 5 دقائق 10 دقائق، وبعد تغسلوا وجهكم يعطي نتيجه باهيه، يعطي ترتيب هكا للوجه مزيان. والا تستعملوا هذا زاد مره في الجمعه، زاد عجبني على الاخر. حاطين هوني فيه طريقه الاستعمال نتاعو، الماسك الابيض هذا اللي يقعد اللي تحطوه على وجهكم ويقعد تقريبا حاطين عليه 15 دقيقه تخليوه على وجهكم ولا 20 دقيقه، حاطين فيه المعلومات نتاعو وحاطين عليه طريقه الاستعمال نتاعو الكل. حطيتكم زاده اذا تحبوا نتيجه ما خير تستعملوا معاه مزيل المكياج هذا تنظفوا به وجهكم وتحطوا وتتبعوا الخطوات كلهم، حطيتكم خطوه بخطوه يعني قداش كيف تستعملوه، قداش يقعد على الوجه، وباش نوا تنظفوا وجهكم بعد ما تكملوا. هذا تستعملوه مره واحده في الاسبوع. ماسك الرمان تنجموا تلقاو فيه برشا انواع اخرين، اذا كان معناها تحبوا حتى مش بالرمان تلقوا برشا انواع اخرين. هكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.